هل فعلا لو ما كلناش كويس شعرنا يقع؟ كمل معانا الفيديو وهتعرف. معاكم سارة عصام، أخصائية التغذية من برنامج معلومة خفيفة. الطبيعي ان شعرنا بيقع من 50 ل 100 شعرايه في اليوم. طب نعرف الاول الشعر بيتكون من ايه؟ بيتكون من كيراتين، وهو عباره عن بروتين موجود في الشعر والضوافر. بصيلات الشعر فيها اوعيه دمويه اللي بتمد شعرنا بكل المغذيات اللي هو محتاجها، زي البروتين والبيوتين وفيتامين سي وفيتامين بي 12 وفيتامين دي واوميجا 3 وحديد وزنك وكوبر وسيلينيوم. وكمان كل بصيله فيها غدد دهنيه بتنتج دهون بتحمي الشعر بشكل طبيعي وبترطب فروه الراس. الشعر بقى بينمو ازاي؟ لما الأوعية الدموية بتوصل المغذيات اللي قلنا عليها للخلايا الموجودة في بصيلة الشعر. إيه بقى أسباب تساقط الشعر؟ أوقات بتبقى أسباب وراثية، وأوقات التقدم في السن، وأوقات فقدان الوزن بشكل كبير، وممكن مرض السكر أو الذئبة. والأهم بقى سوء التغذية. طب إيه الفيتامينات اللي إحنا ممكن ناخدها وتتقل وتطول الشعر؟ أول حاجة لازم نعرف إيه الفيتامينات والمغذيات الناقصة في جسمنا ونعالج ده. الموضوع مش شوية أقراص هناخدها وتحل المشكلة. هو ممكن لو أخدنا فيتامينات ده يظبط المشكلة، بس مجرد ان احنا وقفنا الفيتامينات دي هنرجع لنقطة الصفر وشعرنا هيقع تاني. علشان المشكلة في الاساس ممكن تكون في سوء التغذية او حالة مرضية. المشكلة كمان ان احنا ممكن ناخد فيتامينات هي اصلا متظبطة في جسمنا، زي الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون اللي هي A ودي وE وK. الفيتامينات دي لو زادت في جسمنا ممكن تعمل توكسيسيتي او تسمم. يعني لازم نكون فاهمين حالتنا كويس ونعرف ايه النقص من المغذيات عندنا وناكل صح. علشان مشكلة تساقط الشعر دي لازم نحلها من جذورها. أولاً التغذية الصحيحة، ثانياً نروح لدكتور جلدية علشان يشخص حالتنا كويس ويعرف احنا محتاجين ايه.